السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في لقاء بيراميدز وزد اف سي. يواصل فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني كرونسلاف يوتشيتش استعداداته لخوض مباراة زد اف سي في الجولة السابعة من الدوري بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ب3 أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما بكأس انتركونتيننتال، وتأهله إلى الدور التالي لمقابلة أهل جدة السعودي في المباراة المقرر أن تستضيفها مدينة جدة السعودية، وذلك ضمن منافسات كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. على الجانب الآخر نجح فريق زد اف سي في الفوز على فريق الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة السادسة بالدوري، ليرتفع رصيد زد اف سي إلى 9 نقاط في المركز الرابع، ويدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 5 لقاءات، فاز في لقاءين وتعادل في لقاءين وخسر في لقاء، وأحرز لاعبوه 6 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف، بينما يدخل زد اف سي المباراة وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 لقاءات، فاز في لقاءين وتعادل في 3 لقاءات وخسر في لقاء، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. ويستعد بيراميدز لمواجهة زد اف سي في المباراة المقرر لها الخميس القادم الموافق 18 سبتمبر في الجولة السابعة بالدوري، وتنطلق المباراة في تمام 8:00 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة بيراميدز وزد اف سي في الجولة السابعة بالدور المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد.